دخلت الإسلام وتزوجت مصري. القصة الحقيقية لجوجو عاملة الموساد الإسرائيلي. ينتهي مسلسل دموع في عيون وقحة، هو الذي يحكي بطولة المصري جمعة الشوان، والذي يعرف المصريون المسلسل باسم جمعة الشوان. عند رجوع جمعة الشوان لمصر حاملا جهاز إرسال هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مع إرسال المخابرات المصرية رسالة لإسرائيل من المخابرات العامة المصرية إلى جهاز الموساد: شكرا لحسن تعاونكم معنا. لكن الحقيقة أن جمعة الشوان كان له مهمة أخرى بعد العملية، وهي إحضار جوجو إلى مصر. جوجو الفتاة الإسرائيلية التي كرهت إسرائيل وأحبت مصر، وساعدت الشوان في مهمته. يقول الشوان في حوار صحفي أنه قبل اعتزاله طلبت منه المخابرات المصرية إحضار ضابطة الموساد جوجو إلى مصر حفاظاً على حياتها، موضحاً: نجحت في ذلك، وهي لا زالت تقيم هنا حتى الآن، وتقترب حالياً من 60 عاماً. اعتنقت الإسلام وارتدت النقاب، وتزوجت مصرياً، وأدت العمرة والحج مرتين، وأنجبت ولدين وبنتاً. ويضيف الشوان أنه أحبها كثيراً عندما قابلها لأول مرة أثناء محاولات تجنيده لصالح الموساد، ثم اختفت بعد ذلك إلى أن التقاها في إسرائيل عندما ذهب إليها لأول مرة. ويصف الشوان جوجو قائلاً: كانت جميلة وطيبة، وفكرت في الزواج منها، وحتى عندما جئت بها لمصر كنت لا أزال راغباً في ذلك، لكني لم أفعل استجابة لتعليمات أمنية حتى لا يتعرف عليها عملاء الموساد ويقومون باغتيالها. وجوجو لا تخرج من المنزل كثيراً، ولا يعرف أحد زوجها ولا اسمها الحقيقي أو مكان إقامتها. الذين يعرفون مكانها ثلاثة فقط: أنا والمخابرات المصرية وهي. لكن ماذا عن زوجة جمعة الشوان، الحاجة فاطمة، التي فقدت بصرها كما جاء في المسلسل؟ يقول جمعة الشوان: لا زالت على قيد الحياة، لكنها طلبت الطلاق عام 1978 عندما شاهدت مسلسل دموع في عيون وقحة، وعرفت علاقتي بجوجو، حيث قالت لي: ما دمت عرفت امرأة غيري فطلقني، وكنت قد أنجبت منها ولدا وبنتا. ويتابع جمعة الشوان: بعدها تزوجت بطليقة الممثل سيد زيان، وعشت معها 20 عاماً، أنجبنا خلالها ولدين. وتوفى جمعة الشوان في نوفمبر 2011 بعد صراع طويل مع المرض. ورحلت زوجته الثانية السيدة زهيرة أحمد عاشور، طليقة الفنان سيد زيان وأرملة الشوان، في أغسطس 2019، وحملت لافتة العزاء اسم حرم اللواء جمعة الشوان. وتلقى عزاء الراحلة أولاد الفنان سيد زيان بجوار أولاد جمعة الشوان.